انا اشوف يعني الفريق اللي راح يدافع صح راح يحصد المباراة. ايضا نشاهد الان استذكار لشيخ المعلقين الكابتن مؤيد البدري الراحل عن عالمنا، ان شاء الله يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته. وقراءة سورة الفاتحة على شيخ المعلقين مؤيد البدري وعلى مشجع القوة الجوية سعد مطر. إذا انتهت الدقيقة ونجم هوى طالما أطرب مسامعنا بصوته العذب وعفويته المعهودة عندما كان يعلق على مباريات منتخباتنا الوطنية وأنديتنا العراقية وبرنامجه المحبب لدى المشاهد العراقي كل يوم ثلاثاء وعلى مدى 30 عاما استمر بنجاح كبير. وداعا أبا زيدون، وداعا شيخ المعلقين، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته. إذن على بركة الله الحكم الدولي محمد سلمان في ساحل العاج ستكون نهائيات أفريقيا. ركلة ركنية لصالح نادي القوة الجوية. صقور على مرمى الزوراء. الله، صفاء هادي يسجل في مرمى الزوراء بكرة رأسية قوية من صفاء. الله على صفاء اللي جلب كأس العراق للزوراء أمام الكهرباء. الآن يسجل في مرمى فريق السابق الزوراء هدف أول في هذه المباراة. الصقور تحلق في بداية المباراة ويعتذر من جماهير الزوراء. لا يحتفل صفاء الآن بدأت أفراح الصقور بهدف أول. قوية من صفاء. هو سجل برأسية في مرمى الكهرباء. وآخر لقب للزوراء بطولة الكاس النسخة 16 في تاريخ الزوراء كانت عن طريق هذا اللاعب، لكن هذه المرة صفاء يسجل في مرمى الزوراء، يسجل في مرمى فريق السابق في بطولة الكاس في هذه المباراة. نادي الزوراء من خلال هذه المباراة لاحظ الإعادة، المحاولة اللي كانت داخل منطقة جزاء فريق نادي الزوراء، وهدف جميل وارتقاء جميل بلاعب جميل أمام فرحة أحمد خضير واحد من نجوم الصقور. وهنا فرحة وفاز بلقب السوبر هذا بال 2016. هجوم الآن مؤيد عبد الباسط جهة اليسار، يحاول عن طريق الجانب الأيسر، يحاول يمر ممكن مؤيد عبد الباسط داخل منطقة الجزاء. الهواري مازن، هل يعدل مازن فياض وقف محمد صالح مازن فياض داخل منطقة الجزاء مر وسدد. مازن فياض يريد أن يعيد الكرة ويسجل هدف من جديد في مرمى القوة الجوية بعد ما سجل في مباراة الدوري المباراة اللي انتهت 2-2. مازن فياض حاول مازن اللاعب القادم من الشرطة. لاحظ تسديدة قوية من مازن فياض لكن تدخل من حارس المرمى لفريق القوة الجوية محمد صالح اللي يعوض غياب حارس المرمى طبعا من فترة طويلة. فهد طالب غائب. هو نفط الوسط، يعني الفريقين لديهم مباريات مهمة على مستوى الدوري العراقي في الجولة 36 للدوري العراقي. الجولة القادمة هجوم الآن الهواري طويل. التعادل الزوراء. يا الهواري، يا الجزائر. الهواري طويل، ماذا أضعت يا الهواري طويل في مثل هكذا مباريات لا يمكن أن تضيع. فرصة للزوراء. الهواري أمام تدخل اللاعب ويلسون اللاعب التوغولي صاحب الأصول الغانية التوغولي ينقض على كرة الهواري طويل وينقذ مرمى القوة الجوية من هدف تعادل للزوراء. الهواري طويل لا زال بعيد عن التسجيل. الهواري طويل ويضيع فرصة هدف تعادل لفريق الزوراء. ماذا أضعت يا الهواري طويل؟ فرصة قد يندم عليها الهواري طويل ويندم عليها لاعبي الزوراء. لاحظ الصراع الكبير ما بين لاعبي الفريقين في هذه المباراة. لاحظ حسين جبار واحد من الأسماء الشابة الجميلة مع فريق نادي القوة الجوية. لاحظ المرور، لاحظ الهواري ينطلق بسرعة لكن ويلسون، الله على التوغولي، الله على ويلسون. يعني الأهداف المسجلة ما بين الفريقين في المباريات الماضية ال 15 اللي تواجه فيها القوة الجوية والزوراء كانت 34 هدف. الزوراء مسجل 20
والجوية مسجل 14 في مرمى الزوراء. هنا هجوم الهواري 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 الهواري، متى الهواري متى الهواري متى الهواري. جمهور الزوراء يقول متى الهواري. علي ياسين حارس المرمى يعاتب ويندب حظه، ومرة أخرى ويلسون التوغولي، وهناك عتب على الهواري عتب على الهواري. لاحظ الخطأ الدفاعي لفريق القوة الجوية ضرغام، وبعد ذلك ينطلق الهواري وويلسون بنفس الطريقة ينقذ المحاولة من أمام الهواري. طويل اللاعب الجزائري مرة أخرى يواجه المرمى ويضيعها أمام تألق مدافع فريق القوة الجوية اللاعب التوغولي ويلسون اللي أبعدها إلى ركلة ركنية. ويلسون مرة أخرى يتدخل مع الهواري، طويل إلى ركنية داخل منطقة الجزاء. محمد صالح بمبدأ السلامة باليد، محمد صالح حارس المرمى لفريق القوة الجوية عادة الزوراء. مهاوي مازن محاولة ممكن الزوراء داخل منطقة الجزاء، سعد عبد الأمير وتبعد إلى خارج الملعب ركنية ضرغام. ضغط واضح من قبل الزوراء، نوارس لمؤازرة الفريقين الزوراء والقوة الجوية في هذه القمة الكبيرة. لاحظ الإعادة وبنفس الطريقة الهواري بنفس الطريقة الهواري، وكأنها كلاك الثاني. الدقيقتين انتهت ومعها تأتي صافرة حكم المباراة الدولي محمد سلمان ليعلن ويطلق الصافرة لنهاية الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف جميل عن طريق اللاعب صفاء هادي صاحب ال 33 سنة. محمد سلمان هو في قيادة هذا الكلاسيكو في هذه المباراة، وننتظر للشرطة الفريق اللي لم يتمكن من الأقطاب الأربعة على مستوى الدوري العراقي، الأندية الجماهيرية البغدادية الأربعة. الزوراء القوة الجوية هنا حمادي، لا وجود لحالة تسلل. حمادي ضاعت على حمادي أمام تألق الموريتاني. الحسن حويبيب يتدخل في اللحظة الأخيرة. حمادي عندما يجد الفرصة يسجل، ضاعت أخرى للصقور. حسين جبار أيضا بفارق الركلات الجزاء الترجيحي. لاحظ الإعادة، حمادي غير متسلل، حمادي يتأخر، وبعد ذلك ينقض اللاعب الموريتاني الحسن حويبيب على محاولة حمادي ويبعدها إلى ركلة ركنية. يندب حظه طبعا حمادي، واحد من أساطير الصقور، واحد من نجوم الصقور، واحد من هدافي الصقور. لاحظ الإعادة، هذه كرة حسين جبار، ومرت القرار إلى ركلة مرمى. تشتعل المباراة في هذه اللحظات. أي بداية في الكلاسيكو ما بين الزوراء والقوة الجوية، أي بداية، أي إثارة في هذه الدقائق. أي مباراة لا تحتمل الأخطاء، هذه المباراة. ركنية لصالح نادي القوة الجوية داخل منطقة الجزاء، تبعد من سعد، تعود للقوة الجوية. محمد علي عبود ممكن مرتدة للزوراء للنوارس، عملية تمرير. هجوم الآن مؤيد عبد الباسط بينه وبين ويلسون مؤيد يعيدها للخلف إلى مهدي كامل. الزوراء داخل منطقة الجزاء، مازن فياض، مازن ممكن يعدل لفريق الزوراء. وفي اللحظة الأخيرة ضرغام من أمام المرمى، من أمام خط المرمى. ضرغام يبعد كرة مازن فياض ومؤيد عبد الباسط، وهنا خطأ يشير لحكم المباراة الدولي محمد سلمان مع وجود ركلة حرة. هذا ضرغام العام الماضي، خسر اللقب مع الزوراء. العام الماضي كان مع الزوراء وخسر اللقب للقوة الجوية، ولعب في المباراة النهائية. ركنية لصالح نادي الزوراء على القائم الأيمن للقوة الجوية الزوراء لحويبيب، مرت من أمام حويبيب، عادت لأحمد فاضل، أحمد المهاوي، لأحمد فاضل، أحمد عودة للخلف إلى حسام كاظم. الزوراء يحاول الضغط بقوة على مرمى القوة الجوية، يحاول أن يسجل، أن يعدل، ممكن الآن الحويبي. الله على الحبيب، الله على الحبيب، الله على حويبي، الله على الحسن حويبي. الموريتاني يسجل هدف التعادل. يا عيني على الحويبي يسجل للزوراء. الله على الحسن حويبيب، هو حبيب الجمهور، حبيب الزعيم، حبيب هذه الجماهير الكبيرة للزوراء. يعدل الآن الحسن حويبيب في مرمى القوة الجوية، وبراسية أيضا الحسن حويبيب. هدف تعادل للزوراء، هدف تعادل
عادت النوارس في هذه اللحظات. هدف تعادل للزوراء في مرمى القوة الجوية عن طريق المحترف الموريتاني الحسن الحويبيب. الله على الاسيست من مهدي كامل وراسية الحويبيب، لكن اعتقد ميتم جبار، اعتقد هدف عكسي. ميتم جبار يسجل في مرمى فريق القوة الجوية، لكن بمشاركة الحسن الحويبيب. هدف تعادل للزوراء. عادت المباراة إلى نقطة البداية 96-97 عندما فاز القوة الجوية على الشرطة أيضا بفارق الركلات الجزاء الترجيحية. أيضا القوة الجوية فاز بالركلات الجزاء الترجيحية مع المدرب أيوب أوديشو. الهواري ولا زال الحساب غير جاري. الهواري لاحظ الإعادة. متى الهواري طويل الجزائري قد يضيع المباراة. قد يضيع المباراة على الزوراء. الهواري طويل. متى التسجيل يا الهواري طويل يا الجزائري. فرصة لا يمكن أن تضيع. عباس عطية هو اللي قاد الكهرباء أمام الزوراء في نهائي الكأس، وحكيم شاكر كان مدرب الزوراء. كرة الوسط الآن القوة الجوية، وعباس عطية خسر الدوري طبعا مع القوة الجوية. هجوم الآن القوة الجوية ممكن ثاني. ضاعت على بايش. العارضة للزوراء تتدخل بكرة إبراهيم بايش اللي حاول أن يضعها في المرمى خالي. إلى مباراة نصف النهائي. لاحظ هذه الإعادة، لاحظ هذا المرور، لاحظ هذه التمريرة شريف داخل منطقة الست ياردات. بايش إبراهيم يأخذ الكرة من الأسفل للأعلى، وبالتالي الاعتماد بشكل كبير على محمد صالح. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، إبعاد من محمد علي عبود. لا زالت المحاولة مستمرة. أحمد فاضل تعود لخط الوسط لفريق الزوراء. أحمد سرتيب ثاني الزوراء ثاني ممكن مازن فياض يسجل ثاني الزوراء. الزعيم الزوراء يسجل هدف ثاني. يكررها من جديد مازن فياض. هدف ثاني، هدف قاتل للزوراء على حساب العريق. مازن فياض من جديد يسجل في مرمى القوة الجوية. عمل كبير لسرتيب. مرر سرتيب ورأسية أخرى ثالثة في هذه المباراة. هدف ثاني للنوارس. هدف ثاني للزعيم على حساب الصقور. الله على مباراة، الله على كلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية. الزوراء يقلب الطاولة على القوة الجوية ويتقدم الآن بهدفين مقابل هدف واحد. خلاص. لاحظ الإعادة، لاحظ المحاولة. سرتيب مرر ومازن. راسية ثانية أو ثالثة في هذه المباراة. لاحظ أحمد سرتيب عمل ممتاز، عمل كبير. مر من الحارس براسية، يمرر كرة جميلة لمازن فياض يسكنها في شباك القوة الجوية والزوراء.